كتلقى راسك في موقف بسيط باغي تهضر قدام الناس، ولكن على غفلة كيتحبس ليك الصوت، القلب تيبدا يدق بالزربة، الأفكار كتكتر وكتسكت. واش هادشي ضعف ولا شي حاجة أعمق داخل الدماغ؟ الخجل ماشي مرض وماشي ضعف في الشخصية، هو استجابة طبيعية من الدماغ ديالك في المواقف الاجتماعية. فالدماغ كيشوف أي تقييم من الآخرين بحال شي تهديد صغير. هاد اللحظة كيتفعل جزء من الدماغ اللي مسؤول عن الحماية، كيبدا يبالغ في الأفكار، واش غادي نغلط، واش غادي يضحكوا عليا، وهاد الشيء كيخلق التوتر اللي كيبان على شكل خجل. وهاد الخجل غالبا ما كيتبناش في نهار واحد، كيكون نتيجة ديال تجارب سابقة، شي موقف محرج، نقد، إحساس بعدم القبول. فالدماغ كيتعلم هاد المواقف على أساس أنها خطيرة خاصني نتجنبها. ولكن المشكل الحقيقي هي أننا كنبداو نتجنبوا الهضرة والفرص والتجارب، وهنا كيولي الخجل عائق ماشي مجرد إحساس. والحقيقة اللي ما كنتبهوش ليها هي أن الناس اللي كنهضروا معاهم غالبا ما مشغولين براسهم أكثر مما مشغولين بينا، واللي كنخافوا من الحكم ديالهم غالبا ما كيعطيوش اهتمام كبير للأخطاء ديالنا. الخجل ماشي عدو، هو نظام حماية زايد. المشكل ماشي في الوجود ديالو ولكن في المبالغة ديالو. كل ما فهمناه أكثر كل ما قدرنا نتحكموا فيه أكثر. والثقة ما كتجيش قبل التجربة، كتجي من بعدها. فكل مرة كتواجه الخوف ديالك الدماغ كيتعلم أن الموقف ماشي خطر. الخجل ما غاديش يختفي ما بين ليلة ونهار، ولكن غادي يتبدل كل مرة كتختار أنك تواجه ماشي تهرب. وهذا الشيء هو اللي كيدير الفرق ما بين شخص كيبقى ساكت وشخص كيبدا يبني الثقة ديالو.